السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شيوات زينب يونس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سيمنات ديال الفران كيجيو زوينين بخضيره والطون، وان شاء الله غادي يعجبوكم. ما تنساوش ديروا القناه ديالي اشتراك وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، وديروا ليا جيم وتخليو شي تعليق يكون زوين. على بركه الله غندوزو المقادير. غنحتاج في المقادير 3 ديال الخيزوات حكيتهم في الحكاكه الطويله، والكورجيت تا هما خديت 3 نفس الطريقه درت الخيزو، وخديت فلفله وحده قطعتها مربعات، وبصله وحده قطعتها حتى هي على هذا الشكل، شويه ديال الربيع. هنا عندي الفرماج ميكس ما بين موتزاريلا وفرماج احمر. الفيرميسيل خديت 2 ديال المربعات خويت عليهم الماء سخون وقطعتهم. شويه ديال الطون مع الزيت ديالو. هنا في العطريه خديت الاعشاب المنسمه، وعندي بودر ديال الثوم، عندي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، عندي سكينجبير، تحميره، الخرقوم، الملحه، البزار والسودانيه بالنسبه اللي كيبغيهم حارين. هنا شويه ديال الزيتون مقطع، وعندي هنايا الصوجه. على بركه الله غندوزو لطريقه التحضير. هنا خديت واحد المقيله درتها فوق البوطه، زدت عليها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه، درتها تسخن وغنزيد عليها البصله، غنخليها تشحر ليا واحد شويه، ونزيد عليها الفلفله والخضره. هاد الحشوه كنت وجدتها معكم في المسمن ديال المقله، غير انا كنت درت غير الخضيره بوحدها، ما درت معاها لا طون لا فرماج. هنايا عاودت معكم الفيديو وزدت عليه الطون والفرماج. هنا من زدت الخضره وطاحت ليا حتى هي واحد شويه، غنزيد عليهم العطريه، غنخويها على الخضره من الفوق ونحرك مزيان. غنزيد الصوجه، غنزيد الطون، غنزيد الربيع، وغنزيد في الاخير غادي نزيد الفرماج صافي، ونخليها طيب مزيان وتشرب ليا. هنا العجينه ما درتهاش معكم في الفيديو، حيت مع نفس العجينه اللي كندير معكم ديما ديال المسمن، يعني 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال الدقيق الفينو، شويه الملحه، شويه السكر، وزدت بصبيع شويه غير الخميره ديال الخميره ديال الدار، غير شويه صافي. عجنت هاد الكات خليتها ارتاحت واحد الساعه، ودرتها هنايا كويرات، درت تقريبا قياس 80 غرام، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو، ونخليهم واحد 10 دقائق ونرجع. هنا غادي ندوز باش نقرص المسمن. خديت شويه ديال الزيت، خديت الفينو، زدت عليه خماره ديال الحلوى. غناخذ اول كره غنقرصها على هذا الشكل، وغنرش عليها شويه ديال الزيت، نرش عليها الفينو، ونربع على شكل مسمن ديال المقله. غنكملهم كاملين بنفس الطريقه. من بعد ما ربعت المسمن كامل غادي نبدا باول مسمنه، غادي نقرصها على هذا الشكل بحال غادي نطيب المسمن في المقله، غير هي غادي نرققها على المسمن ديال المقله، نقرصها من الجناب ونقادها مزيان. هنا من بعد ما قرصتها غناخذ واحد الموس او الجراره ديال البيتزا، وغادي نفلحهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي ناخذ الحشوه، غناخذ القياس اللي غيكفي هذه المسمنه على هذا الشكل، وغنبدا نرولي فيها ونسدهم شويه من الجناب باش ما تخرجش ليا الحشوه من يكونوا يطيبوا على هذا الشكل كيف غتشوفوا معايا.
كيف قلت لكم يتسدوا من الجناب صافي. وفي الاخير غنديرها على شكل هلال ونحطها في اللاطه ديالي. غنكملهم كاملين بنفس الشكل ونرجع معكم. هنا من بعد ما كملت المسمن ديالي كامل ودرتو في اللاطه، حاولت بعدتهم غير شويه باش ما يتلاصقوش ليا حيت ما غيتنفخوا واحد شويه. خديت هنايا بيضه كامله، زدت عليها شويه ديال الصوجه، حركتها مزيان بها باش غندهن هاد المسمنات. كتعطي واحد اللون زويون وفي نفس الوقت يعني كيتحمر لينا المسمن هكا في الفران وكيجي اللوين ديالو زويون. غندهنهم كاملين بنفس الطريقه ونرجع معكم. هنا شعلت على الفران، خليته تقريبا واحد 10 دقائق يسخن مزيان. حاولوا ديروه الحراره ديالو شويه طالعه، درت 200 غرام 200 درجه الحراره. شعلت عليه من الفوق ومن التحت وخليه حتى يسخن مزيان وندخل اللاطه ديالي. هنا من بعد ما وجد ليا المسمن ديالي وطاب وخرجته من الفران، جا الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل. راه كيجي اللوين ديالو زوين مذهب وكيجي طيب مزيان. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وراه غادي يعجبكم بزاف، خصوصا هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف. وحتى الخضره بالنسبه لما كانوش كياكلوها وليداتكم غياكلوها بهذه الطريقه. غنحل معكم وحده ونشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. راه كتجي المسمن كيجي رقيق يعني ما كيجيش غليظ بزاف، وكتجي فيها ديك الحشوه زوينه. الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.